أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في قناة سي سبورت. راح نتكلم أكثر عن مسلسل كيليان إمبابي والأخبار المنتشرة عن انتقاله من باريس سان جيرمان. بعد ما تكلم ناصر الخليفي وإدارة باريس سان جيرمان عن وضع كيليان إمبابي في قائمة المغادرين هذا الصيف. وبالنسبة للعروض المقدمة لكيليان إمبابي حتى الآن لا يوجد إلا عرض نادي الهلال حسب ما أفادت الصحافة الفرنسية. عرض الهلال 300 مليون يورو لكيليان إمبابي مقابل موسم واحد فقط. إذا تمت الصفقة أعزائي المشاهدين سيصبح إمبابي أعلى عملية انتقال وأغلى عملية انتقال في تاريخ كرة القدم. وأيضا أعزائي المشاهدين هناك عدة عروض من أندية الدوري الإنجليزي أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي ليفربول ونادي أيضا أرسنال، وأيضا هناك عرض من إنتر ميلان لضم كيليان إمبابي. لكن حتى الآن أعزائي المشاهدين الأولوية في انتقال كيليان إمبابي هي واضحة، ورغبة كيليان إمبابي واضحة، هي الانتقال إلى ريال مدريد. لكن حتى هذه اللحظة وحتى إعداد هذا الفيديو أعزائي المشاهدين لم يقدم بيريز ولا ريال مدريد أي عرض رسمي بخصوص ضم كيليان إمبابي إلى ريال مدريد. الساعات القادمة أعزائي المشاهدين راح توضح أكثر في خصوص انتقال إمبابي والوجهة القادمة لكيليان إمبابي. توقعاتكم أعزائي المشاهدين، أي فريق سينتقل كيليان إمبابي؟ هل إلى الهلال أم إلى ريال مدريد أم إلى فرق أخرى؟ اكتبوا لنا في التعليقات أعزائي المشاهدين، ولا تنسوا تعملوا لنا إعجاب لهذا الفيديو والاشتراك بالقناة، وتابعونا بفيديوهات جديدة عبر قناتكم قناة سيو سبورت.